الحقيقة حصل اتجاه في النادي الأهلي إن هم بيفكروا يمددوا عقد مصطفى العش لمدة موسم. طبعا مصطفى العش ظهر الفترة الأخيرة بالأخص في مباراة المصري والمباراة اللي قبلها بمستوى جيد جدا. مصطفى العش كان لعب أول ما يعني انضم للنادي الأهلي في وقت ما كان كولر ماسك الفريق، لكن يعني ما ظهرش بالمستوى المتوقع منه. ما تعرفش بقى هل المشكلة في المدير الفني ولا كان بيستبعده كتير وكان بيحتاجوا وقت الإصابات بس. فما شاء الله عماد النحاس عرف يوظفه صح، وبدأ مع الأهلي بقاله مباراتين، وإن شاء الله يكمل على كده. يعني كان في مباراة احتياطي وفي مباراة كان أساسي، فإن شاء الله بإذن الله يكمل على كده بكل قوة، ويكون تدعيم قوي للنادي الاهلي، بالاخص ان هو بيلعب مساك وبرجله الشمال، ودي ميزه كبيره جدا الاهلي بيفتقدها، ويمكن من النوادر اللي تكون موجوده في الدوري المصري. وبيلعب طبعا باك ليفت، وطبعا المكان ده احنا مفتقدينه جدا. بالتوفيق ان شاء الله للعش، سواء مدة سنة او اشترينا عقده بشكل نهائي.